هاي جايز، أنا حنان وأنا صابرة. رجعنا لكم اليوم فيديو جديد. الفيديو اليوم هو فلوق عشوائي في رمضان. فصورنا لكم كم يوم من حياتنا في رمضان، كان عندنا أشغال وزي كذا، فحيكون في مقاطع عشوائية أنا صورتها وصابرة صورتها. أنا كنت في البيت قاعدة أشتغل مع أخواتي، وأنتي؟ وأنا رحت بيت جدتي مع أمي وصورت لكم وأخواتي. فعاليات وأشياء هناك. فأتمنى تستمتعوا في الفيديو، إحنا استمتعنا وإحنا نصوره. قبل لا نبدأ لا تنسوا تحطوا لايك، سبسكرايب. تابعونا على حساباتنا في الإنستا، ويلا نبدأ. هاي جايز، الحين أنا وأمي وأختي شهد والصغار رايحين بيت جدتي. هشيلكم معايا وأصور لكم كل شيء. وصلت بيت جدتي، جبنا معانا سمك ورح نفطر. باقي على الإفطار تقريبا نص ساعة. فقلت خليني أقرأ جزء من القرآن لما يصير الإفطار. وهذا هو إفطارنا. خالتي سوت معاه سندويشتات شاورما وبعدها شربنا شاي مع بعض. وهنا أنا وأخواتي في البيت خلصنا من شغل الجبس زي ما شايفين، وبعدها أذن المغرب فجهزنا إفطارنا على السريع. سوينا لنا سندويشتات نقانق. بالله شيكولي على الفرق بين إفطارنا وإفطار أهلي في بيت جدتي. اوكي جايز، الحين حسوي معاكم مخلل خيار من اول يوم رمضان وانا ابغى اسويه، بس ما كان عندنا مرطبانات. فاليوم بعد صلاة العصر او حتى كان باقي 40 دقيقة على اذان المغرب، طلعنا انا واختي كنا بنجيب اشياء ناقصة، وفي نفس الوقت نجيب مرطبان ونجيب خيار. مع العجلة واحنا نقول انه نبغى نلحق قبل الافطار نوصل البيت، طحت لكم طيحة وفي نص السوق كذا في الشارع زي كذا. ركبي راحت فيها يا جماعة، لدرجة لما رجعت البيت وأذن المغرب جيت بصلي، يوم أجي أبغى أسجد بجلس على ركبي، يعني حاسة بألم اللي بغيت أطيح من الألم. الحمد لله. بس أنا مو حقت كرف يا جماعة، هذا اللي اكتشفته، أنا خلقت للدلع. أنا مو سترونج independent woman، أنا ست بيت. أمزح. أمزح. اشترينا هذا المرطبان الكبير. طبعا أتوقع يحتاج أنه يتعقم، فراح أعقمه وراح أروح معاكم المطبخ. حاخذكم معايا. أنا إنسانة ما أحب المخللات، بس مخلل الخيار شي رهيب، أعشقه، مو بس أحبه أعشقه. ففي طريقة مرة سهلة، يعني أول شي المكونات سهلة وبسيطة موجودة في كل بيت، ويتسوى في وقت مرة قصير، وبعدين نخليه في المرطبان ليلة واحدة أتوقع ويكفي ويوفي. خلاص بعد الليلة هذه المخلل جاهز عشان تاكلوه. فحبيت إني أشارككم الطريقة دام إني حسويها اليوم. فيلا على المطبخ. أوكي يا جماعة، جهزت كل المكونات زي ما شايفين. راح نحتاج 4 أو 5 قرون فلفل حار، بس إحنا كان مخلص من عندنا باقي بس حبة حطيتها في القدر. عاد بكرة يمكن يا أزيد أو إني حسحب عليه كليا، ما أدري، حسأل أختي أي شيء أفضل. المهم راح نحتاج ثوم، فهنا عندنا 6 فصوص ثوم راح نحطها كاملة داخل القدر برضو. هنا عندنا كزبرة، حبوب كزبرة راح نضيف ملعقة واحدة كبيرة. والفلفل الأسود راح نحتاج نص ملعقة صغيرة. أما بالنسبة للخل راح نضيفه آخر شيء، فحاليا راح أسيبه زي ما هو في مكانه، نص ملعقة صغيرة يعني قد كده. أما بالنسبة للخيار أنا ما راح أضيفه كامل، راح أقطعه. فراح أقطع على شكلين. الشكل الأول راح أوريكم، هو راح يكون عشان أي وقت نبغى ناكل مثلا جنب الأكل مو داخل سندويتش، راح أخليه بهذا الشكل. راح أقطعه قطع كبيرة زي كذا. أما بالنسبة للشكل الثاني راح يكون عشان السندويشتات، فراح أقطعه شرائح. طبعا ممكن تقطعوه شرائح عادية، بس أختي قالت تستخدمي هذا السكين. راح نقطعه كذا. راح نضيف ملعقة ونص كبيرة ملح، أتوقع كذا ملعقة والنص زي كذا، إن شاء الله ما أكون زودت أو قللت. وهذا راح نضيف عليه حاليا لتر ونص موية، لأن الكمية اللي قاعدة أسويها مرة كبيرة، وراح نخليه يغلي. بعد ما يغلي حنضيف الخيار. قاعدة أسوي لي سحور. بقى شاورما من الإفطار، فراح أسخنه هنا على الصاج. وفي بيبسي كمان راح أجهزه وأرجع لكم. هنا يا جماعة، لأنه صبرة كانت قاعدة في نفس الغرفة اللي بزور نايمة فيها، تسحرت في الظلام وصورت لكم كذا. وهنا بعد ما خلصت سحوري غسلت الصحون وراح أروح أنام. وهذه هي الكمية اللي سويتها من المخلل بنات. طبعا دحين يعتبر جاهز لأنه مر عليه 4-5 ساعات. أنا أقدر أكل منه الحين، الصراحة يعجبني، بس لين بكرة حيكون الطعم صار خيال. بعد الإفطار مرة متحمسة إني أكل منه. وهذا هو سحوري، وأخيرا مرة مهلوكة، تعبت بشكل مو طبيعي اليوم. إن شاء الله بكرة يكون أهون والشغل أقل.
فسويت لي سندوتشة بيض زي ما شايفين، وحطيت لي شوية من المخلل اللي سويته لأني إنسانة شو اسمه ما عندي صبر لما إنه جاهز قدامي لازم إني آكل منه شوية. وكمان على جنب قليت شوية بطاطس، طبعا مش شوية كثير بس هذا مو لحالي، راح أحط لي شوية في الصحن أو جوا الصامولي، والباقي راح أخليه لأختي. اوكي زي ما شايفين خلصنا من شغل الجبس وجهزنا الغرفة للبوية. طبعا بوريكم لأنه أمس ما قدرت. هنا كله كان في زي فتحات في الجدار عبيناها كلها بالجبس، وفوق كمان كان في زي تشققات من الزلازل وزي كذا حتى في أكثر من مكان. هناك كمان في زي كذا كله عبيناه الحمد لله، وعند الشباك كمان كان متقشر عبيناه وزبطناه، وإن شاء الله أتوقع إنه نشف. نشف الحمد لله. فاليوم حنبدأ بالبوية زي ما شايفين، لمينا كل الكنب في النص وغطيناه بالبلاستيك هذا، إن شاء الله ما نعدم ونجيب العيد. I can't help the fact I like to be alone. It might sound kinda sad, but that's just what I seem to know. I tend to handle things usually by myself, and I can't ever seem to try and ask for help. I'm sitting here. رجعت لكم في اليوم الثاني. خالتي وكينات مع أختي يارا جابوا هدايا بمناسبة يوم المرأة لجدتي والأمي، وجابوا كمان كيك. هاي هو. حنان بيوتيوب. اوكي يا جماعة خلصنا من الطبقة الأولى، وأدري إنه الجدار حالته حالة، يعني حرفيا أنا وقفت زي كذا ناظرت وقلت يما جبنا العيد. بس ما شفنا في اليوتيوب قالوا إنه طبيعي حيكون لونه زي كذا والتشققات هذه بعد طبيعي، بس ينشف هذا راح نسوي الطبقة الثانية وإن شاء الله يصير تمام. طبعا اللون هنا حيكون بيج، وهذا اللون الباقي لسه ما خلصنا في الصالة كمان. شايفين حالة يدي حتى اليد الثانية. المهم قريب يأذن المغرب، كلها دقايق ترى، يمكن في 5 دقايق حيأذن المغرب، فسوينا رز في البيت وطلبنا تشيكن بوب كورن من برا لأنه ما عندنا وقت أبدا إنه نسوي لنا أكل. حنان اوكي يا جماعة جايتكم الحين من بعد الافطار. زي ما شايفين بعد ما نشفت الجدران اللون البيج صار واضح ونظيف الحمد لله. طبعا الشباك المفتوح لحاله ما كان يكفي، فشغلنا المروحة ووقتها صارت البوية تنشف اسرع، فوسخنا الخشب شوية زي ما شايفين. دقيقة الفوكس راح. اوكي الخشب هنا وسخناه شوية بالبوية بس عادي يتنظف. الحين بنروح نكمل الصالة. حاليا أنا وشهد في المصعد، رايحين نجيب كيك ليوم ميلاد بنت خالتي. راح نحتفل بيه في الليل، ما احتفال أنا بس كيك وكذا. هنشيلكم خالتي ما تعرف إنه طلعنا، نشيلكم معايا. يلا وصلنا البيت مع شهد، اشتريت لهم سمبوسة واشتريت ايس كريم كمان. الحين بندق الباب. هاي جايز من يوم جديد. طبعا امس خلصنا البوية الحمد لله، واقدر اقول لكم انه كان اصعب يوم حرفيا. خلص اليوم واحنا مكسرين ومهلوكين من التعب. طبعا امس بدينا الشغل من الساعة 2 الظهر لين حرفيا بالساعات متواصلة، كنا نشتغل لين الساعة قريب 3 اتوقع، وحتى كانت صايرة 3 قبل الفجر. انتم متخيلين؟ حرفيا طول الوقت كنا قاعدين نشتغل، تعبنا بشكل مو طبيعي. البريكات اللي اخذناها كانت مرة قصيرة للصلاة وعشان الافطار، غير كذا طول الوقت كنا قاعدين نشتغل وما حسينا كذا انه اليوم امس ما حسيت فيه، كنا قاعدين نشتغل. فالحمد لله خلصنا من البوية. والحين اليوم جات صابرة من بيت جدتي لأنه إحنا ما خلصنا الشغل، فهم مضطرين يقعدوا يومين كمان في بيت جدتي، فجات عشان تاخذ لها كم لبسة وأشياء زي كذا. وأمي وصتهم في طريقهم صابرة وشهد لما جو أنهم يجيبون لنا سمبوسة وآيس كريم. فإن شاء الله اليوم على الإفطار ما راح نفطر على أي كلام زي كذا. فكان في لوبيا في الثلاجة حنسوي منها فول، وجنبه حنقلي سمبوسات اللي جابوا لنا إياها. وبعد الإفطار الحمد لله حيكون عندنا آيس كريم اليوم، لأن الأجواء بدأت شوي كذا تصير حارة، حتى لو برد والله نفس ايس كريم نبرد على قلوبنا من جوا من الشغل والهذا والضغط اللي احنا فيه. رجعنا من محل الكيك اشترينا ده. خلينا يكتب اسمها كمان على طرف مقلوب الكيك. بس يلا حصور لكم نحن ناكله.
رجعت بيت جدتي، جبت معايا أغراض عشان الإفطار، باقي دقايق ويأذن المغرب. وهنا إحنا نقلنا كل شي للبلكونة لأنه كنا مبويين سقف المطبخ وما نقدر نشتغل بالحرارة هناك. فبعد ما تسخنت اللوبيا أخواتي ودوها للمطبخ في الخلاط يسوون منه الفول لأنه كذا ولا كذا يعني ما في حرارة عادي. وأنا كملت قليت السمبوسات اللي جابوها لنا صابرة وشهد، وبعدها جهز إفطارنا المتواضع زي ما شايفين. أنا أخذت جوال بسمة قلت أصورك بالإفطار. خالتي سوت نودلز لذيذ، ما أعرف إيش ده بس يعني حلو. والحين آخر الليل باكل من الآيس كريم اللي جابوا لنا إياه صابرة وشهد، بس باكل هذا وبعدها بجلس أرتاح. خلصنا شغل اليوم، وعلى فكرة الكهرباء مقطوعة عشان كذا قاعد أصور لكم في الظلام. المهم باكل هذا وأجلس على الجوال وأرتاح، وبكرة لسه باقي لنا شغل تنظيف وأشياء هنكمل بعدين. أنا كان فيديو اليوم، أتمنى يكون عجبكم. إذا عجبكم لا تنسوا تحطوا لايك، سبسكرايب، تابعونا على حساباتنا في الإنستا، واكتبوا لنا تعليقا رأيكم بالفيديو، ومع السلامة.